أهلا بيكم معايا، والنهاردة أنا حابة أتكلم عن الوحدة. في مقولة أنا بالنسبة لي دايما بقول الوحدة علينا حق، زي الموت كده علينا حق. زمان كان الستات اللي هي ما بتجيبش أولاد كان دايما تقول أنا ما عنديش أولاد، وتعمل دراما يعني إن هي مين هيونسها، هتبقى وحيدة. والست دي كانت بتصعب على الناس كلها. زمان برضو كنا كلنا متجمعين مع بعضينا، الجيران مع بعض، الأصحاب مع بعضيهم، العيلة الكبيرة. آم، حاجات كتيرة كانت بتجمعنا. مسلسل واحد كان بيعرض في التلفزيون فكان كلنا بنشوفه، فكلنا كنا بنتناقش فيه بنستناه. كان معظم الناس شبه بعضها، حتى في يعني الاقتصاد بتاع البلد معظم الطبقات كانت يعني شبه بعضها. نفس اللبس تقريبا، نفس الشوز اللي احنا بنلبسها، ما كانش فيه اي حد خارج عن الاطار. دلوقتي لا، الدنيا بقت مختلفة تماما، ودلوقتي بقى في سوشيال ميديا، وكل واحد بقى عنده حاجات معينة هو بيحبها ومش عايز يتنازل عنها. ونتيجة لدوا الناس بقت بتقعد مع بعضها بس كمان حاسة بوحدة. نسبة البنات اللي مش بتتجوز بقت كبيرة. نسبة الشباب اللي مش بتتجوز بقت كبيرة. نسبة الأبناء اللي بقوا بيشتغلوا برا وبيقعدوا بقى يعني على طول. يعني زمان مثلا كانت الناس بتروح الخليج أو كده، هو 3 4 5 سنين وتيجي. لا دلوقتي خلاص بقت ممتدة، يجوا الأجازات وخلاص. آم، انا شفت معاناة الوحدة. يعني انا طبعا متعودة على الوحدة، يعني من وانا صغيرة، ولما كبرت اكتر بحكم ان انت كنت مختلف عن الناس اللي حواليك. دماغك مختلفة، دنيتك مختلفة. لما كنت يعني بتقول رأيك او كده، هو كان بيبقى فيه يعني رد فعل عنيف تجاه اللي انت بتفكر فيه. الواحد كان عنده صحة بقى وبيجادل وكده، هو يعني كان في معارك كتير وثورات كتير زي ما بيقولوا. فأنا من زمان اتعودت على الوحدة. لما جت ماما توفت، بابا حبيبي شعر بوحدة رهيبة. رغم ان هما كانوا بيقعدوا يتناقروا مع بعضيهم كده، هو وماما متوفية يعني 77 سنة، وبابا كان اكبر منها بسنة، يعني اوريدي كبير يعني، بس كان حاسس بوحدة رغم ان احنا كلنا كنا حواليه وبنحاول ان احنا نرضيه. بس كان حاسس بوحدة. فساعتها صعب عليا ورحت قلت هو مش متعود على الوحدة. يعني هو دايما الناس تقول لك ايه، اعمل لاخرتك، يعني ان انت في يوم من الايام هتموت، اعمل لاخرتك. انا دايما اقول للناس اعملوا لوحدتكم بقى. عندي صحاب كتير متزوجات ومبسوطين في حياتهم، بس العيال كبرت، كل واحد بقى قاعد في اوضته، اللي ده شغله مواعيده غير دوا، ما بقوش يعني ياكلوا مع بعضيهم زي الاول، غير فين وفين. وبالعافيه بتجيب العيال تعالوا الغدا، يقولك لا انا لسه فطران، لا انا مش عارفه هخرج دلوقتي، حاجات كتيره كده. هو فالناس دلوقتي بقت حاسه بوحده. انا عندي واحده صاحبتي بتقولي مها، انا لو قعدت في اوضتي وجوزها مثلا كان مسافر او كده، هو لاغراض يعني في الشغل، العيال ممكن ما تحسش بيا، يعني لو لاقيين حاجتهم بره، يعني بره خلاص هما مش الا اذا جايين عايزين طلب مني، ماما هاتي فلوس، ماما مش عارفه ايه اللي يعني عايزين طلبات مني، لكن غير كده هو مفيش الونس بتاع زمان. آم، طول ما انت لسه صغير انت بيبقى عندك مجموعة بقى من الأصحاب، كلية، أصحاب الكلية، بيبقى شغل، بتعمل نشاطات، بتعمل حاجات كتيرة جدا، فأنت لسه عندك ونس. آم، بتحصل إحباطات كتيرة في الحياة. بيحصل ان انت مثلا يعني تكتشف مثلا ان سعادتك الخارجية او الونسك اللي انت عايزه، اللي اديته في ايدين مثلا الناس اللي حواليك،
الظروف بتبعد عن يعني الناس عن بعضها، ممكن بحكم سفر، بحكم شغل، بحكم وفاة، بحكم خلافات حصلت ما بين الناس يعني في وقت من الأوقات. آم، حقيقي يعني بعد تجارب كتيرة قوي أقدر أقول إن الوحدة علينا حق. آم، أنا الأسبوع ده وكمية أصحابي اللي بيشتكوا من الوحدة غير عادية، والرجال على فكرة كمان بتشعر بالوحدة شديدة جدا. الوحدة يعني عاملة زي يعني ايه، عارفين القرش اللي بيقولك حوش القرش الأبيض في اليوم الأسود؟ هنعتبر إن الوحدة يوم أسود. وصدقوني هو جاي جاي يعني، ودلوقتي بقى واضح قوي. فإحنا نعمل إيه علشان الوحدة دي؟ في مقولة بتقول: متى أوحشك الله من خلقه فاعلم إنه يفتح لك باب الأنس به. أنا لا يعنيني التدين الظاهري اللي هو بقى الناس تجيب القرآن وتقعد تفر، والأوراد بتاعت اليومية والصلاة 50,000 ركعة، بس مفيش حاجة بتدخل هنا القلب. اللي أنا بالمقولة دي قصدي أقول إن الواحد يبدأ يستأنس بنفسه في حضرة ربنا. وعشان يعني الواحد يتونس بنفسه، دي حاجة مش سهلة برضو، لأن الواحد مش متعود على كده. هو الواحد دايما متعود إن يعني العيلة طب أعمل مش عارفة كذا، طب أعمل كذا. هيجي زي ما قلت كده ظروف الواحد هيبقى قاعد فيها، يعني مثلا ممكن الواحد يعيا ما يقدرش يتحرك يعمل أنشطة، زهق خلاص من الموبايل من السوشيال ميديا، مش عارفة زهق من التليفونات. يعني ما هو الناس يا جماعة دلوقتي ما بقتش موجودة في المدة 24 ساعة متاحة ليك، ما عادش زي زمان. ف... فلازم الإنسان يرجع بقى يقعد مع نفسه في حضرة ربنا، يقعد مع نفسه. اللي هو يعني أنا مثلا لو أنا مش متعود إن أنا أقعد مع نفسي، فأنا ممكن أبدأ مثلا بربع ساعة في اليوم، أبدأ إن أنا أتعود أقعد مع نفسي، أقعد كده هو مثلا زهقانه وقاعده بفرك كده، معلش نحافظ على الايه الريتم دوا او الطقس دوا كده. هو يوم عن يوم هيبدا فيه هدوء داخلي يدخل لك. انا مش عايزه اقول لكم بقى اعملوا تامل او كده، هو لا يعني ممكن مثلا احنا مثلا يعني بنصلي الفجر، ونقعد كده هو مع نفسنا بعد ما بنصلي، ونقعد كده قاعدين كده هو بنتامل في الهدوء، في الدنيا اللي لسه صابحة. مثلا لو أنا بقرأ قرآن أو كده أو إنجيل، مثلا آية معينة كده معينة أو دعاء معين كده، يعني مش أردده ببقي، لا يعني أبدأ إن أنا أستشعره: لا إله إلا أنت سبحانك مثلا إني كنت من الظالمين مثلا. أو آية أنا بحبها مثلا: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. في حاجات كتيرة يعني آيات حلوة، كل واحد عنده حاجة مرتبطة بنفسيته من جوه، ممكن بيقعد يرددها كده هو ويستأنس بيها. لا إما الواحد يقعد خالص كده هو قاعد يعني مع نفسه، ما يقولش أي حاجة كده هو، ويقعد يشوف كده الأفكار اللي بتجيله. عادة ما حدش بيحب يقعد مع حد قاعد بيلومه. فاحنا لو هنقعد نلوم نفسنا اساسا، يعني الصوت الداخلي بتاعي ان انا طول الوقت قاعده بلوم نفسي، اكيد انا مش هبقى حابه ان انا اقعد مع نفسي. زي مثلا لو واحده صاحبتي او ماما او بابا طول النهار بيدوني في ملاحظات، اكيد انا مش هبقى حابه قوي القعده بتاعتهم، لان انا عارفه ان هم ايه، هيقعدوا طول الوقت بيعلقوا عليا. فالصوت الداخلي بتاعنا ما يبقاش اللي هو الصوت الناقد. مش لازم نشكر في نفسنا، يعني مش لازم نقول برافو يا ما انتي هايله لا. ابقى قاعده كده هو مثلا اللي هو مثلا يعني لو انا مثلا والقعده دي هتفيدك بايه ان شاء الله، اقول معلش انا هجربها، نجرب. إيه، كانت الخيبه، قاعده لوحدك مش عارفه كذا كذا، مش كان زمانك مش عارفه ايه لو كنت ايه وعملتي ايه وانت اللي عملتي وانت اللي سويتي، اقول معلش اللي حصل حصل. يعني في ناس عندها الصوت الداخلي بتاعها كميه تأنيب غير عاديه. فانا عشان اقعد مع نفسي لازم ان انا اقعد مع حد بحبه او حد اساسا متقبلني، فمش معقوله هقعد والصوت الداخلي ده قاعد عمال يزن بحاجات كلها سلبيه عني. آم، ابدا يا جماعه ان انا مثلا
اشترك، يعني مثلا الواحد عنده هواية معينة، خاصة الناس اللي هي كبرت شوية، مسؤوليات العيال خفت شوية، في حاجات كتير كانت محرومة منها. لانها كانت بقى بتربي العيال وتطبخ وتغسل ومش عارفه ايه وكل دوا. نبدا ان احنا نشوف الهوايات بتاعتنا ايه. في هوايات فنية، في هوايات إدبية، في دلوقتي بقت ندوات بيعلن عنها. في نشاط ثقافي. على فكرة مصر عندها نشاط ثقافي عالي جدا، مش زي ما انتم متخيلين ان ما فيهاش، خاصة القاهرة طبعا. طب الواحد مثلا ملوش مثلا في كل ده، يبدأ ان الواحد مثلا لو في جارة كويسة او جيران كويسين، ليه ما نتقابلش مع بعضينا مثلا مرة كل شهر، نعمل كيكة، نعمل حاجة. أم، الواحد يعني، انا كنت اعرف بنت زمان خالص وانا صغيره خالص، كنا بنعمل كورس الارشاد وهي كانت بتعمله معانا، وحبيبتي ما كانتش بتذاكر بقى، احنا كنا ايه هارين نفسنا مذاكره، وهي بقى في الايه في البلاله كده هو، وكانت معاها عربيه كده هو، كانت غريبه، بنت غريبه قوي كده وريلاكس في روحها. فبقول لها انت مش عايزه تنجحي، انت مش عارفه ما حضرتيش معانا كذا. قالت لي ما انا جايه علشان عايزه اتجوز. قلت لها واو. طبعا الفكره كانت بالنسبه لي يعني غريبه، غريبه جدا جدا بقى. انتوا عارفين بقى السترونج اندبندنت وومن بتاعتي بقى والحاجات دي كلها. فانا بس لما كبرت وبدات اقول البنت دي ما شاء الله عليها كانت ذكيه. ليه؟ لان هي راحت للمكان اللي هيجيب لها الغرض بتاعها. يعني انا مثلا بحب مثلا قرايه الكتب، اروح مثلا الندوات اللي فيها مناقشه كتب. انا بحب مثلا الكتابه، اروح اخد ورش كتابه. انا مثلا بحب الاعمال الفنيه، اروح اخد ورشه مش عارفه تصنيع الشمع، تصنيع مش عارفه ايه، يعني الرسم، بقت في حاجات كتيره قوي دلوقتي موجوده. احنا بنعمل يا جماعه، بنحاول ان احنا نبني علاقه مع نفسنا، بان احنا نقعد مع نفسنا، بان احنا نشوف ميولنا، بان احنا نشوف بناكل ايه، بنشرب ايه. آم، بلاش ان احنا يعني، طبعا ده بياخد وقت كبير القصه دي. وحتى لو احنا وصلنا ان احنا يعني بنتسلى مع نفسنا وبنونس نفسنا، اكيد اكيد بيبقى في وقت بنبقى حاسين فيه بالزهق. يعني ده شيء طبيعي جدا، كل الناس في الدنيا دي بتحس بالزهق. حتى الممثلين اللي انتوا بتشوفوهم لابسين يعني لبس سواريهات وحاجات جميلة، وبيحضروا مهرجانات واعياد ميلاد، صدقوني في اوقات كتيرة برضو بيبقوا عندهم حزن، في اوقات كتيرة بيبقى عندهم مرض. يعني انا اعرف واحده صاحبتي قاعده مع اخواتها، وبعد ما باباها ومامتها توفوا في مشاكل. انا كان بيتهيأ لي قبل ما اعرف ان في مشاكل ما بينهم ان هم هابي فاميلي، والبنات والاولاد قاعدين مع بعضيهم بقى كاخوات وبياكلوا مع بعض وبيشربوا مع بعض. اتاري ده كله ده كان وهم في دماغي انا، وهم عايشين اساسا في خلافات. وبالعكس انت لما بتقعد مع ناس انت يعني مفروضين عليك قاعد معاهم وسطيهم وانت غريب عنهم، ده ألعب ما تكون انت قاعد لوحدك بحكم الوحدة يعني التامة يعني. فالناس حتى اللي هي يعني وسط عائلتها، هي برضو زي ما قلت لكم ان هي حاسة بالوحدة. فاحنا مش توتالي تماما مش هنزهق، مش توتالي تماما ان احنا مش هنشعر بالوحدة. بس انا بقول ان هيبقى في بالانس، هيبقى فيه بالانس. يعني انا مثلا هشتكي مثلا من الوحده مثلا في الاول خالص، انا طول الوقت بشتكي من الوحده، طول الوقت قاعده عماله مثلا ابرطم وحظي ومش عارفه ايه وكل ده. بعد مثلا شهرين ثلاثه لا، هبدا مثلا ان انا ايه اشتكي بحاجه قليله، وابدا ان انا يعني اذكر حاجات مثلا انا بدات اعملها. يعني الحاجات دي كلها محتاجة سنين علشان الواحد يبدأ يكون العادات دي ويبدأ يقعد مع نفسه، لأن القعدة مع النفس فعلا فعلا صعبة، مش سهلة زي ما انتم متخيلين. بس أنا ببتديها من بدري، يعني علشان أبدأ إن أنا أحوش لليوم الأسود اللي هو بتاع الوحدة بتاعتي. ده لو انتوا بتعتبروها أسود، انتوا بعد كده هو هتبقوا حاسين إن انتوا يعني بتشكروا وبتحمدوا ربنا على الظروف اللي حصلت اللي خلتكم ان انتوا لوحديكوا. لان في الوحده دي انتوا هتحسوا ان انتوا خرجتوا من سجن ناس مثلا كانت حبساكوا في حاجات معينة ودنيا معينة. كنتوا طول الوقت محاسبين على كلامكم، محاسبين على تصرفاتكم، عاملين زي ما تكون لابسين فستان ضيق ومش قادرة تتنفسي فيه لحسن يقطع.
ف فأحيانا الواحد بيشكر الظروف إن هو للوحدة اللي خلته يقعد مع نفسه ويبدأ يكتشف طبقات هو لا يعلم عنها شيئا، لا يعلم فعلا عنها شيئا. المناسبات كاشفة للوحدة. أنا دايما بقول إن مش الأهل لوحديهم هم الأهل، لأ، ممكن يكون جارتي هي الأهل، ممكن يكون أصحابي هم الأهل، ممكن يكون كتابي هو الأهل. آم، حضروا لنفسكم طقوس، حاجات جميلة تعملوها، بحيث ان انتوا بدل ما نسبة الزهق او الوحدة تكون 100%، لا انا بخليها مثلا نسبتها 20%، which ان ده نورمال جدا ومتقبل جدا. بالنسبة للناس اللي هي مثلا عايشة وحيدة، او ما عندهاش زي زمان الشغل والولاد معاها والدنيا دي كلها. فحاولوا يا جماعة ان انتوا مش عايزة اقول ان انتوا تسعدوا نفسكم بنفسكم، لان هي دي الصراحة يعني مش عايزة اقول برضو الحقيقة، بس هو ده اللي انا اكتشفته. يعني بعد ما جربت حاجات كتيرة قوي، ان محدش هيقدر يسعدني غيري انا، محدش هيقدر يونسني غيري انا. وانا لما بكون جوايا متونس بيا وجوايا فرحان بيا، بقدر اشارك ده مع الناس، وساعتها الناس بتتمنى ان هي تقعد معايا. وانا اللي ممكن جدا، مش ممكن جدا، هو ده اللي حاصل ان الواحد بيبقى يعني بيبقى عايز يخلص المكالمة بسرعة، او بيبقى عايز يخلص القعدة بسرعة، لا لانه عايز يقعد مع نفسه، عايز كده يقعد مع حاله، يوضب حاجة كده صغننة بيعملها، الاكل بتاعه، الشرب بتاعه، النسكافيه بتاعه، الطقوس الجميلة بتاعته، الافكار اللي بتجيله. كل الحاجات دي كلها الواحد بينمو مع نفسه. هل معنى كده ان انا بقول ان الناس يعني تعيش مع نفسها؟ لا، انا بقول لكل الناس اللي الزمن خلاها تعيش لوحدها، اللي الزمن خلاها مش قادرة تخرج زي زمان كتير، او الناس اللي حواليها انفضوا لسبب او لاخر، انا بقول لهم يا جماعه دي فرصه ذهبيه ليكوا، ربنا اداها لكم علشان انتوا ترجعوا لنفسكم، ان انتوا ترجعوا لربنا. بيقول لك من عرف نفسه عرف ربه. يعني انا لما بعرف نفسي، لما بعز نفسي، انا كده هو عرفت ربنا، لان انا بعرفه من خلالي انا، مش من خلال الدوشه الكبيره اللي حواليا. يعني تخيلوا مثلا ان انا لو عندي حتى عيله كبيره، يعني ماما الله يرحمها مثلا كانت بتعمل لنا عزومات وكل ده، وحلو قوي. هي طبعا كانت بتتعب جامد عشان تعمل العزومات، مصاريف جامده عشان تعمل العزومات. بتيجي بقى تشوف بقى اولادها بقى اللي ماسك الموبايل، واللي احفادها اللي عاملين مش عارفه ايه. بعد ما الناس دي كلها بتمشي، ما بيفضلهاش غير ان هي تغسل المواعين وتلم الاكل مثلا، او اذا كنا احنا هنغسل المواعين او كده. هو بس اللي هو احنا مش هنقدر نعمل كل يوم عزومات، مش هنقدر كل يوم نروح حفلات، مش هنقدر كل يوم نروح رحلات، يعني فاهمين؟ إيه، في حاجات حلوة بتحصل لنا، بس كمان في وقت بنبقى احنا يعني قاعدين مع حالنا. هنعمل ايه في الوقت اللي احنا قاعدين فيه مع حالنا؟ ارجو ان انتوا السنه الجايه تبداوا ان انتوا تنظروا للناس اللي بتعاني من الوحده، تنظر بطريقه تانية للوحده، ان هي نعمه من ربنا اديهالي، معطى اداهولي ربنا علشان ان انا ابدا استغله، مش ابدا ان انا اشتكي منه. اوكي، يا رب الفيديو يكون يفيدكم. اتمنى لو انتوا وصلتوا لغايه اخر جزء في الفيديو ده والفيديو ده عجبكم، انا بتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه، تحطوا لايك، تحطوا كومنت. ده يا جماعه بيشجعني جدا، خاصه انا انسانه حماسيه وببقى عايزه تشجيع من بره، وده انا بحاول اعالجه على فكره. يعني انا بحاول ان انا اعالج القصه دي، لان برضو عايزه ان التشجيع يكون مني انا، والحماس مني انا، ماخدهوش من الناس التانيين. بس انا يعني هبقى سعيدة لو انتوا انا قدمت لكم فيديو، لو انتوا استفدتوا منه انتوا كمان قدموا لي في المقابل، عشان تبقى العلاقة خد وهات. وانا يعني هدفي السنة دي ان شاء الله، او في 26، ان القناة بتاعتي تكبر، واقدر ان انا يعني تبقى قناة احترافية. يلا اشوفكم على خير، وباي باي.